اهلا بيكم. النهارده هقدم لكم طريقه تخليل الليمون بعصفر بطريقه سهله جدا وبسيطه. بعد 7 ايام بالظبط هتاكلي احلى ليمون. محضره عندي 2 كيلو من الليمون الاصفر الكبير وربع كيلو من الفلفل الحراق. هجيب بقى السكينه وهبتدي اعمل فتحات في الليمونه بالشكل دوت. هوصل لحد نص الليمونه بس مش هتوصلي للاخر علشان الليمونه ما تتهريش منك اثناء السلق. بعد ما فتحت الليمون بالشكل دوت بالسكينه هجيب بقى عندي ميه وانزل بيها على الليمون وارفعها على البوتاجاز. اكون محضره 3 معالق من الملح الابيض. هسيبهم بقى لحد ما تبتدي الميه تسخن معايا. بعد ما الميه سخنت بالشكل ده اكون محضره عندي معلقه كبيره من الكركم. الكركم هنا فايدته انه بيقوي جهاز المناعه وفي نفس الوقت ماده حافظه لليمون اثناء التخليل. سيبها بقى لمده 12 دقيقه بالظبط. بعد كده هجيب عندي الفلفل وهبتدي اقطع القرون بتاعته بالشكل دوت وهعمل فيه فتحات صغيره كده بالسكينه زي ما انت شايفه بالشكل ده. طبعا معاكي قناه مطبخ فوفا، لو اول مره تشوفيني يلا اشتركي عندي وفعلي الجرس علشان كل جديد يوصلك. بعد ما عدى 12 دقيقه بالظبط على الليمون هبتدي اطلعه بقى في مصفى علشان يتصفى عندي ويبرد زي ما انت شايفه بالشكل ده. هو داخل على نص سوا مش سوا كامل. الميه بقى اللي هتطلع من السلق بتاع الليمون هحتفظ بيها على جنبي لان دي هتبقى محلول التخليل. هسيبها بس تبرد. بعد ما الليمونه عندي بردت هجيب بقى عندي طبق فيه 3 معالق من الملح، معلقه ونص من العصفر، معلقه ونص من حبه البركه. هبتدي اقلبهم مع بعض بالشكل دوت. طبعا كده الليمون بالظبط اخد عندي ال2 كيلو ليمون اخدوا 6 معالق من الملح، 3 اثناء السلق و3 اثناء التخليل. هجيب بقى عندي البرطمانات تكوني غسلاها كويس جدا ومعقماها. هبتدي افتح الليمونه بالشكل ده وهحشيها من الخلطه اللي عندي وهبتدي ارصها في البرطمانات. طريقه التخليل ديت سهله وسريعه جدا، بالظبط 7 ايام اسبوع واحد وهتاكلي احلى ليمون مخلل. هتبقي عاملاه في البيت ضامنه النظافه بتاعته. طعمه بجد تحفه يا جماعه زي ما انت شايفه بالشكل ده. هبتدي احشي الليمون وبعد كده هجيب عندي الفلفل وهرصه على الليمون. هتعملي طبقات، طبقه من الليمون وطبقه من الفلفل. هكمل بقى حشو باقي الليمون عندي زي ما انت شايفه. طريقته سهله خالص. هجمعه بالشكل ده وانزل عليه بطبقات من الفلفل وهكمل باقي البرطمان. وده شكل الليمون بعد ما خلصته. اخدوا معانا ال2 كيلو ال3 برطمانات دولت. هجيب بقى الميه اللي انا قلتلك عليها سبتها لحد ما بردت. هبتدي انزل بيها على الليمون بالشكل ده. هامله البرطمان لحد الاخر. اضغط بالمعلقه وارجع اسقيه تاني من الميه. بعد ما ظبطت البرطمانات كده بمحلول التخليل هسيبها بقى على جنب لمدة ساعة. اكون شايلة شوية من المية عشان ارجع ازود تاني لان الليمونة بتنفش وبتشرب من المية. ابتدي اغطيها بالشكل دوت. بالظبط هتاخد اسبوع واحد 7 ايام وهتاكلي احلى ليمون مخلل. ليمون بعصفر مع الفلفل طعمه بجد روعة. مش عايزة اقولك طريقته سهلة خالص زي ما انت شايفة بالشكل ده. بعد 7 ايام بالظبط هيطلع معايا وهيبقى زي ما انت شايفة طالع بجد روعة. طعم وريحة تحفة يا جماعة، حلوة قوي زي ما انت شايفة بالشكل ده. الليمونة استوت وطعمها حلو قوي. طريقتها سهلة. لو عجبك يلا اعمليه واكتبي لي في الكومنتات وما تنسيش اللايك والشير. سلام عليكم.